يلا يا فارس عشان تنزل تجيب الطلبات من جنب البيت. حاضر يا ماما. الحق يا بابا، لسه بفتح الباب لقيت واحد شكله تعبان قوي قدام البيت ومغمى عليه. طب تعالى ساعدني ندخله البيت، ده فقد الوعي خالص. يا استاذ انت مين؟ الصندوق فين؟ الصندوق اهو. الصندوق يا عم، ما حدش يفتحه، احنا لازم نجيب له دكتور. هو ماله يا دكتور؟ هو بس تعبان وفقد الوعي، بس مع الاكل الكويس والادويه دي هيبقى تمام، كلها كام يوم ويتحسن. بابا هو احنا هنهتم بيه لحد ما يخف؟ ايوه طبعا لازم، لحد ما يفوق ونعرف حكايته ايه. وحكاية الصندوق كمان اللي خايف اننا نفتحه ده، يا ترى هو فيه ايه يا بابا؟ فارس دي امانة ما ينفعش تفتحها. حاضر يا بابا. الصندوق فين صندوقي؟ اهو اتفضل، محدش لمسه. هو الصندوق ده فيه ايه وليه مهتم بيه قوي كده؟ انت طيب قوي يا فارس، طول فترة تعبي وانت جنبي ومهتم بيا مع انك ما تعرفنيش. انت فيك خير كبير قوي، وعشان كده انا هكافئك انت واسرتك بكنز كبير. كنز كبير بجد؟ هو موجود في الصندوق ده؟ لا مش في الصندوق ده، الصندوق ده هو اللي فيه الخريطة اللي هتوصلنا للكنز ده. انا تاجر كبير ومعايا فلوس كتير قوي، وفي رحلة من رحلاتي لقيت الصندوق ده، وعرفت ان الخريطة اللي جواه دي بتوصل لكنز كبير، ولكن ليها شروط. مش اي حد يقدر يخش المكان ده. وايه هي الشروط؟ انه يبقى ولد صغير زيك كده بس قلبه طيب وشجاع، ودي صفات ما بقتش موجودة كتير. علشان كده قررت انك هتبقى معايا في رحلتي. وحكى الراجل لأب عن رحلته وانه عاوز فارس معاه. لا انا مش موافق، انا خايف عليه، جايز يبقى خطر. اوعدك اني هرجعهولك سليم زي ما اخدته بالظبط. وكمان انت مش متخيل ابدا الكنز ده هيغير حياتكوا ازاي. وبعد تحايل كتير من الراجل واصرار كبير من فارس، وافق الاب، وبدأ الراجل وفارس رحلتهم. الحمد لله على السلامة يا فارس، احنا وصلنا. الله، ده المكان شكله جميل قوي. بص يا فارس، انت هتدخل تجيب تفاحة ذهبية من جوه وبس، وما تجيبش اي حاجة معاك تاني خالص. سيب كل حاجة مكانها، ممنوع تلمس اي حاجة غير التفاحة الذهبية بس. غير كده هيبقى فيه خطر كبير جدا على حياتك، ومش هتطلع ابدا تاني من الكهف. اوعى تنسى كلامي ده مهم جدا، انا مستنيك. خلاص انا فهمت، تفاحة ذهبية وبس، مش هلمس حاجة تاني. ودخل فارس الكهف، لقى ذهب والماظ. كل ده كنز؟ ده كتير قوي، ازاي كل ده؟ طب الراجل ده غريب قوي، ازاي عايزني اخد التفاحة الذهبية بس واسيب كل الذهب والمجوهرات دي؟ غريبة قوي يعني. ايه ده؟ ايه العقد الجميل ده هيبقى شكله تحفة قوي على ماما، وهتنبسط قوي لما اجيبهولها. انا هاخده هو بس، مش هاخد اي حاجة تاني. ولسه بيمد ايده عشان ياخده، اتقفل عليه باب الكهف. ده اللي انا كنت عامل حسابه. هو كده اكيد اخد حاجة تانية غير التفاحة الذهبية. انا قلت له وحذرته وما سمعش كلامي. الحل دلوقتي، الباب ده مستحيل يفتح ولا اي حد يقدر يفتحه. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا خايف. وقعد فارس يحاول يفتح في الباب ولكن بدون فايدة، الباب متين قوي. وقعد مستسلم ومش عارف يعمل ايه. يا ريتني ما خدت العقد، يا ريتني سمعت كلام الراجل. وقعد وحاول انه يهدى خالص ويقرأ قرآن علشان ربنا ينجيه ويساعده. الحمد لله انك خرجت بالسلامة يا فارس. كده نسيت كلامي، ما كنتش هتطلع من هنا ابدا. ايه اللي خلاك تاخد حاجة تانية؟ عجبني قوي عقد الماما وكنت عاوز اعمل لها مفاجأة. بالتفاحة دي هيقدر يبقى معاك آلاف العقود والذهب والدولارات، مش مجرد عقد واحد. ازاي؟ تعالى معايا بس وهتفهم كل حاجة. تعالى يا فارس، انا هعرفك دلوقتي كل حاجة. دي تفاحة ذهبية، اول ما بتقربها من بقك بتبقى خلاص هتاكل منها قطمة، بيطلع منها قزمة صغيرة جميلة قوي.
بتحقق لك كل أحلامك وبتغرقك بالذهب والألماظ. حتى شوف كده، وقربها على بقه وظهرت القزمة الجميلة الصغننة فجأة مبتسمة وملت الأوضة مجوهرات. خد يا فارس الصندوق ده مليان مجوهرات. وقضى الليل عنده وهو خلاص كان مستعد للرجوع. للأسف طمع فارس. صندوق المجوهرات ده مش كفاية، التفاحة دي من حقي أنا اللي عرضت نفسي للخطر عشان أجيبها، وهو أصلا راجل غني جدا يعني مش محتاجها. أنا ممكن أخدها معايا وكل ما عاوز مجوهرات تديني. ورجع فارس للبيت بالتفاحة الذهبية. الحمد لله على السلامة يا فارس، وحشتني قوي. الله يسلمك يا ماما. وحكى فارس لأهله عن التفاحة. هو ده بقى الكنز اللي احنا كنا رايحين عشان نجيبه، والراجل اداني التفاحة دي. وجرب فارس يقرب التفاحة من بقه وكان خلاص هيقطم قطمة زي ما عمل الراجل قدامه، ولكن ظهرت القزمة وكانت غضبانة منه جدا وقعدت تضربه وتجري وراه. يا حرامي يا حرامي! وهو قاعد يجري منها لحد ما وصل لبيت الراجل. سيبيني سيبيني الحقني! والراجل أنقذه من الجنية الجميلة. ليه كده يا فارس؟ ما أنا كنت مديلك صندوق مليان كنوز. ليه سرقت التفاحة؟ أنا حقيقي آسف، أنا طمعت، ولكني اتعلمت الدرس إن الطمع بيقل ما يجمع.